نفسي أذاكر بس مش عارف. دي من أكتر الحاجات اللي بتعصب في المذاكرة، لأنك ببساطة نفسك تذاكر بس ما بتتحركش من مكانك، بتعمل أي حوارات ملهاش لازمة عشان تهرب. التأجيل ما بيلغيش اللي وراك، هو بس بيركمه عليك، وفي الآخر بتجيب مجموعة مش راضي عنه، وانت عارف إنك كان ممكن تعمل أحسن من كده بكتير. خليني أقولك حاجة مهمة، ده مش كسل خالص. اللي بيحصل لك ده ليه تفسير نفسي علمي. أكيد سمعت قبل كده عن رد فعل يا تضرب يا تهرب، fight or flight، اللي بيحصل لنا لما بنحس بالخطر. بس في رد فعل تاني مشهور اسمه حالة التجمد، freezing. لما بتتوتر زيادة عن اللزوم، لا بتهرب ولا بتواجه، انت بتتخشب مكانك. وده بالظبط اللي بيحصل لما تكون عايز تذاكر فعلا، بس حاسس انك مش قادر تحط القلم في الورقة. ليه ده بيحصل؟ عشان عقلك ربط المذاكرة بمشاعر سلبية زي توتر وضغط أعصاب، فشل قديم أو خذلان، ساعات مذاكرة طويلة من غير نتيجة، فبقى بيشوف إن المذاكرة خطر وتهديد، حتى لو ده مش منطقي، بس هو ده اللي واصل لمخك. تحل المشكلة دي إزاي؟ ما تحاولش تغصب نفسك بالعافية، لأن ده بيزود العند جواك. الحل إنك تخلي المذاكرة تبان أمان وما تخوفش. جرب الطريقة البسيطة دي، اضبط منبه موبايلك على 10 دقايق بس. ما تحاولش تخلص فصل أو تحل امتحان، انت بس ابدأ. أول ما الوقت يخلص قوم فورا وسيب الكتاب. كرر الموضوع ده مرة كمان أو مرتين. ليه الطريقة دي سحر؟ عشان انت كده بتخفف الحمل من على كتافك، بتثبت لعقلك ان البداية مش مرعبة زي ما هو فاكر. ما تطلبش منه نتيجة، انت بتطلب بداية وبس. ومع الوقت هتلاقي نفسك دخلت في المود لوحدك، والثقل اللي على قلبك ده هيبدأ يختفي واحدة واحدة.